أسد على ضحاياه، وفي المحكمة نعامة سفاح التجمع بيرتعش حرفيا وبيتهته قدام القاضي عشان يستعطف المحكمة، بيحاول يضحك عليهم بالطريقة ويبين ان هو غلبان جدا. محامي المتهم بقى لعب على ايه؟ بيحاول يبين ان الموكل بتاعه عنده عاهة عقلية هي السبب ورا ارتكاب الجرائم دي. فالدفاع قال إن المتهم مريض بمرض نفسي بيخليه بيستمتع بإيذاء الآخرين، وقال إن موكله كان بيلبس قناع فانديتا أثناء ارتكاب الجرائم، وده بيعكس حالته النفسية وإن هو مش في كامل قواه العقلية. لمعلوماتك برضو، المتهم مش بس قتل 3 سيدات بعد معاشرتهم جنسيا، ده كمان مارس معاهم بعد تقطيع أجسامهم. كمان اعترف قدام النيابة في الأول إن هو ما قتلش 3 بس، وإن مش فاكر العدد الحقيقي من السيدات اللي قتلهم، وكلهم عمل معاهم نفس التمثيلية أو نفس الحاجات اللي بيعملها مع كل ست بينام معاها. من رأيك أنت شايفه إنسان غلبان ولا إنسان خبيث وبيحاول بس يستعطف المحكمة عشان يوصل اللي هو عاوزه؟ قول لنا تحت في الكومنتات.